بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات وصفات أنا ومامتي. النهاردة يا جماعة هنعمل شوية كده حاجات مع بعضينا. منها يكون استعدادات لرمضان، كل سنة وانتم طيبين. ومنها هيكون يعني هنستخدمه بكرة أو بعده إن شاء الله. نشوف مع بعض كده يعني أنا عملت لكم فيديو مجمع، يا رب يعجبكم بالحاجات اللي احنا هنعملها. نقول بسم الله ونبتدي. من ضمن الحاجات اللي احنا هنعملها مع بعض وبنحتاجها بشدة في رمضان، اللي هي الشربات. طبعا رمضان هو اساس الحلويات، سواء كانت وخصوصا طبعا الحلويات الشرقية، سواء كانت بقى بسبوسة، كنافة، قطايف، بلح الشام، لقمة القاضي. انتوا عارفين رمضان يعني الحاجات الحلوة والحلويات الشرقية على أخص، الأخص في الكلام في الحلويات يعني. عشان كده احنا هنعمل الشربات بتاعة أنواع الحلويات الشرقية، بتحيث انها تبقى عندنا متشالة في البرطمانات، حاطين على كل برطمان الليبل بتاعه مكتوب عليه ده شربات ايه، على توفيرا للوقت، توفيرا للمجهود. وده هيسهل علينا كتير ان شاء الله. فالنهارده هنعمل 3 انواع من الشربات بامر الله. اول شربات اللي هو الشربات التقيل، اللي بينفع للقطايف، لبلح الشام، للقمة القاضي، لصوابع زينب. ده الشربات التقيل. هنعمل الشربات التاني هو شربات الكنافة. ده بيبقى متوسط، ما بيبقاش تقيل قوي. ده بينفع لكل انواع الكنافه، كنافه ساده، مكسرات، بالكريمه يعني. وكده او كده بامر الله. انا قبل رمضان بيوم هعمل لكم حلقه كنافه فيها 5 6 انواع كنافه، يا رب ان شاء الله تعجبكم. فده تاني نوع شربات. تالت نوع شربات هو شربات الجلاش. وبرضو الجلاش من الأساسيات في الحلويات الشرقية في كل بيوتنا، سواء كان الجلاش سادة بالمكسرات، بالكريمة، اللي هي بالفستق الصغيرة دي. وبرضو هعمل لكم إن شاء الله حلقة كاملة عن الجلاش بكل وصفاته. فدي ال3 انواع الرئيسيين اللي احنا هنعملهم النهارده. لان النوع الرابع اللي هو بتاع البسبوسه احنا عملناه قبل كده، وان كان انا هقوله كده سريعا. عملناه قبل كده في فيديو لينا، في فيديو البسبوسه اتعمل كاملا واحنا بنعمل البسبوسه ليكم. بس هقوله لكم تاني كده بسرعه. آم، لان هو يعتبر اخف شربات، حاجة حلوة. شربات البسبوسة. نبتدي بأول واحد اللي هو الشربات التقيل، اللي احنا قلنا عليه بتاع القطايف. آه، احنا هنا عندنا، بصوا يا جماعة، الموضوع مع موضوع نسبة وتناسب. يعني مثلا على سبيل المثال، انا كوبايتين السكر عندي قصادهم كوباية وربع مية. تاني، كوبايتين السكر هي اللي بتعايري بيها. كان مج بقى، مج الشاي، كوبايه عاديه، مع كوبايه معياريه، اللي يريحك اللي عندك. يبقى الكوبايتين قصادهم كوبايه وربع سكر. انا هنا عندي دول 8 كوبايات. الثمان كوبايات احنا يعني كوبايتين، كوبايه وربع ميه، يعني الاربعه باتنين ونص، التمانية ب5 كوبايات ميه. تمام. يبقى انا عندي هنا 8 كوبايات سكر ب5 كوبايات ميه. بسم الله. ايه دي؟ ايه دي ال5 كوبايات ميه؟ دلوقتي انت قدامك حاجه من الاتنين. لا اما تقلبيه قبل ما ايدي النار عليه، لا اما تشغلي النار وما تجيش جنبه خالص لغايه لما يبتدي يغلي. اول ما يبتدي يغلي قلبيه. فالاختيار، اي اختيار يريحك فيه. تمام. لكن تشغلي النار وتقلبيه لا، ما ينفعش، علشان ما يسكرش منك. احنا عايزين نقول كل التكات اللي هي بتخلي الشربات يسكر منك. تمام كده فده اول نوع. هنسيبه عقبال ما يغلي، علشان نشوف كل وصفاتنا، ما اطولش عليكم.
كده احنا علقنا على الشربات التقيل اللي هو اتقل انواع الحلويات الشرقيه. هنسيبه ونكسب وقت ونروح للشربات التاني اللي هو شربات الكنافه. شربات الكنافه يا جماعه سهل جدا، هو شربات الجلاش. شربات الكنافه عدد كوبايات الميه هي عدد كوبايات السكر. يعني انت هتاخدي كوبايتين سكر يبقى كوبايتين ميه، 3 سكر 3 ميه. انا هنا هو عندي 5 كوبايات سكر قصادهم 5 كوبايات ميه، حطيتهم عليه وهنشغل، وبرده مش هنقلب. اخترت ان انا ما اقلبش غير بعد الغليان. تمام. طيب برضو عقبال ما يغلي هنشغل على شربات الجلاش. شربات الجلاش نفس قصة شربات الكنافة، عدد كوبايات السكر هي عدد كوبايات المية. الله، وما الفرق ليه ومش عاملينهم محلة واحدة ليه؟ الفرق في احنا بنسيبه يغلي قد ايه. هي دي الفرق ما بين الكنافة والجلاش. لان في المعتاد شربات الكنافة اتقل سنة صغيرة من شربات الجلاش، فعشان كده بنسيبه دقايق ازيد في الغليان. انا عندي هنا اهوت 3 كوبايات سكر، يبقى قصادهم ايه 3 كوبايات ميه. بسم الله. دول كده 3 كوبايات ميه ونعلي عليهم. تمام كده هنسيبهم يغلوا. طيب احنا هنا اهوت عقبال ما يغلوا هنخش في حاجه تانية نكسب بيها وقت. انا بس في نقطه مهمه قوي. الريم فيه دايما لما تيجي تعملي شربات بيحصل ريم على الجوانب اثناء الغليان. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه في الريم دوت، علشان الريم ده لما بيرجع تاني يقع في الشربات بيبقى من اسباب اللي بيخلي الشربات يسكر تاني معاكي. تمام. خلي بالك ان في ناس كتير قوي بتعمل الشربات بعسل الجلوكوز. تمام، جميل جدا وبيظبط الشربات حلو قوي، بس وارد قوي انك انتي ما يبقاش في البيت فيه عسل الجلوكوز. عودي نفسك ان مفيش حاجه توقفك. خلاص مفيش عسل الجلوكوز الدنيا مش هتخرب. احنا هنعمل شربات بالطريقه المعتاده بتاعه زمان، السكر الميه الليمون وشكرا بس. وهنراعي الحاجتين اللي هي بيخلي يسكر. راعينا اول نقطه ان احنا ما قلبناهوش. تاني نقطه هنراعيها اول ما يبتدي غليان، اللي هي الطار او الريم اللي بيعمله حواليه ده هنشيله، وهوريكم هنشيله ازاي. تمام. انا عيني على الحاجه، اول ما تغلي هنكمل. بس هنخش على الوصفه التانية. حضرنا الوصفه التانية، بس اول شربات معانا بدأ يغلي. بصوا هنا يا جماعه، بدأ ال ال لو انتوا شايفين على الحيطه هنا هو حيطه الحله بدأ يعمل الريم. فبعمل ايه؟ بجيب فرشه فيها ميه وبشيل انا ايه الريم ده علشان ما يقعليش خالص. بسم الله. بس كل لما يتكون كده انا بسيبه يغلي ربع ساعه. شربات القطايف بيتساب يغلي ربع ساعه. انا عملت التايمر معايا اهو. اي ريم بيظهر بشيله بفرشه فيها ميه. تمام يا جماعه. طيب انا اول ما بيغلي بسيبه 5 دقايق يغلي، وبعد كده بحط الليمون عليه واكمل، لان هو بياخد ربع ساعه. اول 5 دقايق بسيبه يغلي من غير ليمون، وبقيه الربع ساعه بالليمون. اول ما تعدي 5 دقايق هن هنعصر الليمون. بتاع الجلاش بدأ هو كمان يغلي. بتاع الجلاش الفرق ما بينه قلنا ما بين الكنافه الاتنين واحد، الفرق في التايم. طيب قد ايه يا جماعه الغليان؟ هنقول ان الكنافه بنسيبه يغلي ربع ساعه، لكن الجلاش بنسيبه يغلي 10 دقايق بس، فقط لا غير. اول ما بيغلي شربات الجلاش بنسيبه دقيقتين، وبعد كده
بسم الله. بنعصر عليه الليمون زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. اي ريم لازم يتشال. هنا نبتدي نعصر الليمون. لو الليمونه ميتها كتير كبيره وميتها كتير بنحط نص فص بس، لكن الليمونه صغيره زي اللي معايا بنحط الليمونه كامله. تمام. ايه دي؟ شربات الكنافه بدأ يغلي، لسه ما عملش الريم بتاعه، وممكن ما يعملش على فكره، عادي جدا يعني. اهو شايفين يا جماعه. بسم الله. على طول لازم نتخلص منه. هنا عدى نعصر الليمون بتاع القطايف. الكمية عندي مش قليلة، هنعصر ليمونة ونص. تمام. اول ما يكمل الربع ساعة هنطفي عليه وهنبتدي نعصر على شربات الكنافة. بس الاول نشيل بس الريم اللي اتكون كده في بتاع الجلاش. نبتدي نعصر ليمونة كاملة، عشان احنا قلنا دول 5 كوبايات. تمام. طبعا يا جماعة انتوا ممكن بعد ما يبرد، آه، آه، طبعا هو سخن كلهم سمك واحد، انتوا بتعرفوا الفرق ما بين سمك كل واحد والتاني بعد ما الشربات يبرد خالص. ماشي. وطبعا كل واحد حر، اللي عايز يحط عليه اي فليفر، اي منكهات يعني زي ايه، اللي عايز يحط فانيليا، اللي عايز يحط ماء ورد، ماء زهر، آم، عصير برتقان، او معنى اصح نكهة برتقان، اللي هو كل واحد باللي هو متعود عليه. انا عن نفسي بحبه ساده، ما عدا في لقمه القاضي بحط عليه موارد، اللي هي ماء ورد. وقتها بحط على بجيب اللي هي ميه الورد المركزه،
واحط منها نقطتين على معلقه ميه، وبعد كده احطهم على الشربات واقلب، وابتدي اطلع من الطاسه على الشربات على طول. ما بحبش انا ميه الورد المخففه. للاسف مش عارفه اخش في الوصفه اللي بعدها، لان انا بص على الريم اللي هو بيكونه الشربات، فبشيله، مش هينفع اسيبه. بسم الله. بلاش نحدد دلوقتي. بعد خلاص ما طفينا على الشربات هنسيبه يستهدى، ونشوفه ان شاء الله في اخر الفيديو. آه، يعني يا رب يكون برد، وعشان تقدروا تفرقوا ما بين سمك كل نوع والتاني. هنعمل دلوقتي البتنجان المخلل. اغلبيه الناس بتقلي البتنجان الاول زي المطاعم بتاعه الفول والطعميه، وبعد كده بتحشيه. يعني انا عن نفسي ما بحبش الوصفه دي. اول حاجه هي يعني تقيله قوي ودسمه قوي، يعني انا مش بفضلها، هي بالنسبه لي مش احسن حاجه. فعلشان كده هوت انا بسلق البتنجان. انا جبت بتنجان عروس حسب الحجم اللي انتي بتحبيه. يعني هو طبعا انتوا عارفين الدليفري ما بيجيبش الاحجام اللي في بالك، يعني فللاسف جه يعني احجام مختلفه. المهم انا قطعت الجزء اللي فوق اللي هو العنق، وبعد كده هو سلقته. بياخد في السليق من ربع لتلت ساعه بالكتير حسب تخن البتنجان. طيب بتعرفيه ازاي؟ انتي بتحطي شوكه فيه، تبصي تلاقيه على طول بقى طري خلاص. تطفي عليه وتبرديه، ونبتدي نحشيه. هنحشيه بايه بقى؟ هنحشيه عندي هنا اهوت توم مفروم. التوم طبعا حسب الكميه، هي نسبه وتناسب. يعني انا واخده على على البتنجان دوت تقريبا راس متوسطه. اوكي. حاطه فيه حوالي معلقتين ملح صغيرين، ومعلقه شطه على اخرها برضو صغيره، وحاطه عليه 3 معالق خل. ده غير الخل اللي احنا لسه هنحطه، بس انا بس ايه عشان زي ما بيقولوا كده يلحلح لي الخلطه، واقدر ان انا احشي بيها. هنيجي الاول هنا اهوت، هنفتح البتنجان بسم الله. عايزه اقول لكم يعني في الطعم يعني الطف كتير من المقلي. في ناس بتقول عليه المدحرج، البتنجان المدحرج، وفي ناس بتعمله ابيض مش اسود على فكره. لما تدوقوه هتلاقوا ان الابيض احسن كتير، ومش بيتعب على فكره. يعني لا تلاقيه حمي على الواحد، ولا جاب له حموضه، ولا الكلام ده كله. بسم الله. كده فتحناه كله، فاضل ديت. تمام. نبتدي نحشي. نبتدي نحشي بسم الله. ناخد الطويل نخليه تحت. تمام. ده تشيليه في التلاجة، يقعد عندك شهر، ولا يقول اي حاجة، ولا يقول اي راسي. بصي يعني، ويطلع هو بالعكس، يعني يطلع احسن من الاول كمان. وعايزه تفتحي عليه، يعني عايزه تاكلي منه مثلا كمان ساعه، ماشي مفيش مشكله. بس يعني يستحسن انك انت تخليه
تفتحيه تاني يوم، يكون بس كل في ملح وتوم وكده شويه علشان الطعم يظبط، واخده بالك. لكن لو كلتي منه في نفس اليوم ما فيش حاجه هتحصل يعني، ان هو اوريدي جاهز على الاكل. كده خلاص فاضل لنا ادي اخر اتنين. تمام كده احنا خلصنا خلاص. طيب هعمل انا ايه بقى في بقيه الخلطه ديت حالا. هنجيب ملح تاني وخل تاني نجيب معلقه. هنا الخلطه اللي فاضل هنحط عليها ميه وكمان حوالي نص كوبايه خل، وهنحط عايزه تزودي شطه زودي، انا يعني مكتفيه بالشطه اللي حطيتها. وهنحط كمان نص معلقه ملح كبير، يعني معلقه ملح صغير. تمام تمام. ادي بقيه الكوبايه بس كده اهو، هنحطهم على البتنجان. بس كده ويتشال في التلاجة. هو ده المنظر بتاعه، يتشال في التلاجة تاني يوم تفتحي عليه تكليب ألف هنا وشفا، يفضل في التلاجة زي ما قلتلك شهر ولا يحصل له أي حاجة. بتكتري الكمية حسب عدد أفراد أسرتك، عايزة تقللي أقل من كده كل واحد حر. ويا رب الوصفة تعجبكم وبألف هنا. ونروح على الوصفة اللي بعدها. آه كده احنا سيبنا الشربات يبرد، فقلنا نخش في وصفة تانية سريعا لتحضيرات رمضان، هتسهل علينا كتير خاصة الصيام والتعب، دي هتوفر علينا جامد. هعمل لكم ان شاء الله كفتة، كفتة الحاتي، وهنعمل كفتة محمرة، وهنعمل كفتة في الفرن. الى جانب لحمه مفرومه معصجه. لازم طبعا تبقى اللحمه المفرومه معصجه تحت ايدك لعده اسباب، مكرونه بالبشاميل، مكرونه سباكيتي وعليها لحمه مفرومه، سمبوسه باللحمه المفرومه، جلاش باللحمه المفرومه. بصي اللحمه المفرومه دي يعني اساسي طول رمضان، تبقى متعصجه تحت ايدك ومقسماها. طبعا ما انتش حاطه الكميه كلها في كيس واحد، لازم تقسميها. الكيلو يتقسم كذا جزء، وطبعا برضو على حسب عدد افراد اسرتك. هنشوف مع بعض. هنا هو اول حاجه هنعلق جبنه الوك وحطينا عليه كيلو لحمه مفرومه. اما تروحي للجزار قولي له انا عايزه فيها نسبه دهن. الناس اللي بتحب الليه هتحط قدام الكيلو المفروم ربع كيلو ليه، والناس اللي ما بتحبش الليه يعني احنا عندنا يعني زي حالاتنا كده ما بنحبش الليه، فبنقول له هات حته ملبسه، حته من الدوش، بحيث ان لازم اللحمه المفرومه تبقى فيها نسبه دهن. وعليه احنا ما بنحطش بقى اي نوع من انواع السمنه خالص، ليه؟ هي منها فيها فيها الدهون بتاعتها. اوكي طيب هنبتدي بسم الله. هتعصج عمل ده الكيلو عليه بصلتين، يعني لا كبار ولا متوسطين، يعني ما بين ده وده يعني. تمام. انا ما بحبش بقى احط كم البهارات الفظيع اللي دلوقتي بقت بتتحط يعني في الاكلات، الى الاكلات اللي محتاجه كده، الى الاكلات الدخيله على مجتمعنا. لكن اللحمه المفرومه انا بحب كل حاجه بطعمها الكلاسيك، بطعمها القديم بتاع جدتي وجدتك. يعني اللحمه المفرومه طول عمرها هتتعمل ببصله وملح وفلفل،
دلوقتي بقى بصله وملح وفلفل وجوز الطيب وبهارات، ومع بصي بتحط حاجات، بيحطوا حاجات كتير قوي. انا ما بحبش غير الطعم الكلاسيك، الطعم الاساسي. هنحط ملح وفلفل بس كده، ونقلب. كده انا دخلت اللحمه في البصل في الملح في الفلفل قدر الاستطاعه، وهسيبها شويه على النار. اروح اشوف النوع التاني للكفته. بسم الله. هنا هوت ده نص كيلو كفته، برضو نفس القطعيه زي ما قلنا، يا اما بالليه يا اما مدوش، اللي هي الحته الملبسه يعني. طيب هنعمل اللي هي الكفته، كفته الحاتي. كفته الحاتي دي يعني من اشهر الاكلات في المطاعم المصريه، مع الكباب والريش والطرب والكلام ده. هنحط الكيلو بتاع الكفته يا جماعه بياخد قصاده ربع كوبايه برغل. تاني، يبقى الكيلو بتاع اللحمه قصاده ربع كوبايه برغل. طب ده نص كيلو، يبقى هنحط يعني تمن كوبايه برغل، يعني ما يعادل معلقتين ونص كبار، مغسول ومش منقوع. يعني ايه مغسول ومش منقوع؟ علشان لو اتنقع هيشرب الميه، احنا مش عايزينه يشرب الميه، احنا عايزينه لسه يحتفظ بالخاصيه دي، فاي ميه في البصله او في اللحمه هو اللي يشربها، فاحنا مش عايزينه يتنقع. ومعانا بصله متوسطه الحجم، مبشوره كويس قوي، ناعمه، ومصفينها من الميه بتاعتها، عايزين التفل بتاعها بس اهي. بسم الله. تمام تمام. طيب هنعمل ايه بالميه؟ هنسيبها دلوقتي، هنستخدمها كمان شويه. ونبتدي نحط الملح والفلفل ونقلب. طبعا عايزه يعني عجن جامد قوي، كأنك كده بتعجني فطير. ليه بقى؟ علشان خاطر تبقى متماسكه. خلاص دخلت ده مع بعض كده اهوت. هنحط اهم مكون عندي في الوصفه دي كلها، ايه هي معلقه البيكنج صودا، ولو ما عندكيش هتبقى معلقه البيكنج باودر. ثواني اقلب اللحمه المفرومه. هنقلها على عين اقل علشان بقى ايه تستوي براحتها. تمام تمام. هناخد معلقه، احنا قلنا معلقه من البيكنج صودا، او ما عندكيش يبقى البيكنج باودر. انا اهو ما عنديش، فهناخد معلقه كبيره قوي من البيكنج باودر. ليه بقى؟ بتعمل فيها ايه؟ بتخليها هشه مش مكتومه. آه
يعني تحس ان هي فيها الهواء بتاعها، يعني جميله، بتخليها كده مظبوطه. تمام. هنفضل ندعك، بس هندعك نعجن قصدي فيها، بس هنعجن فيها حبه حلوين لغايه لما تعمل شكل الانسجه اللي احنا هنشوفه كمان شويه. معلش هيبقى فيها حبه مجهود، بس آه، ده علشان خاطر تطلع النتيجه معانا كويسه. بصي هي بدأت تعمل أنسجة، شايفينها معايا؟ دي كده هو، دي حاجة نتيجة لطيفة جدا. بت بتصبعيها عادي جدا وبتشيليها في الفريزر وقت ما بتعوزيها، يعني عشان هتفطري بيها النهارده في رمضان. بتخرجي طبق الكفتة ده ساعة صلاة الظهر، وقبل المغرب بتشويها، ويوميها ان شاء الله باذن الله هوريها لك. هتشويها بطريقتين: طريقه بالفحم من غير فحم، وطريقه يعني طريقه بالفحم من غير فحم. انتوا واخدين بالكم من الجمله، وان شاء الله تشوفوها معايا. والطريقه التانية آه على الجريل من فوق. تمام كده. تمام. هنسيبها تستهدى كده شويه. طيب ميه البصل دي ايه هنعمل فيها؟ ايه هنرميها؟ لا، هنجيب حبه زيت قد معلقه كبيره زيت، وهنحطها على ميه البصل. هنقلب اللحمه تاني، معلش. تمام. حطينا معلقه زيت على ميه البصل، نحط فيها ايدينا. تمام. ونبتدي هنعمل على حاجه تخينه، مثلا مقوار بتاع الكوسه، اي حاجه بس تبقى تخينه شويه. ليه؟ علشان خاطر تبقى مفرغه من جوه. هنعملها كده اهو بميه البصل وبالزيت، يدي لمعه وفي نفس الوقت طعم جميل جدا ميه البصل. بسم الله. مهم. زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه، ولا بتقع ولا بيحصل فيها اي حاجه. ليه؟ علشان خاطر آه آه البصل ما فيهوش ميته، البرغل بيشرب اي ميه، وعلشان كمان آه معلقه اهو. وتعودي اتعودي انك انت لما تيجي تعملي كفته اعملي بزياده شويه. يعني انت مثلا لو على حسب عدد افراد اسرتك، سي مثلا انت ممكن تعملي نص كيلو، اعملي كيلو كامل وشيليه. شيلي النص في الفريزر، آم، والنص التاني اعملي. هيوفر لك جامد. يعني حتى لو مش الدنيا صيام او حاجه، لا لا، مش شرط. جيتي من الشغل بسرعه، حد مثلا جالك فجأة فخرجتي، يبقى طبق كفتة جنب الأكل كده، هتبقى حاجة كويسة جدا.
نكمل مع بعضينا ان شاء الله بامر الله. يوم تسويتها نبقى نشوفها مع بعض. يعني هسويها لكم بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، مش هتتعبكم خالص. بسم الله. اللحمه بتستوي. في ناس برضو بتعمل يعني برضو حركة تانية مع مية البصل والزيت، بتبشر طماطماية. يعني أنا يعني مش بحب الحركة ديت، بس في ناس بتعملها وبتدي مذاق للأكل. برضو فكل واحد حسب حريته. دي بقى يوميها إن شاء الله أعمل لكم الطحينة بتاعة الكباب. إن طحينة السمك غير طحينة السمك غير طحينة الكباب غير طحينة الطعمية. إن شاء الله في فيديو السلطات نبقى أوريكم الفرق. أعمل لكم يوميها الطحينة بتاعتها، وتتحط يتحط فوقيها البقدونس الجميل، يبقى فظيع البقدونس مع المشويات عامة. تشوفوا الموضوع ده إن شاء الله إن أراد ربنا وكان لينا عمر. آخر صابع صغنون بقى معلش. تمام كده خلصنا كفتة الحاتي. هنا نقلت تاني اللحمة على العين الكبيرة، خلاص هي استوت. عشان ماسكة المقصوصة من تحت عشان خاطر ايدي فيها اللحمة والزيت، فمش عايزة امسكها من فوق عشان لما اقلع الجلافز يبقى ايه اعرف امسكها كده. خلاص طفينا عليها خلصنا. تمام. نيجي بقى هنا للكفتة العادية، نجيب لها الطبق بتاعها. الكفتة ديت برضو نص كيلو، نفس النظام بتاع الدوش او اللية اللي احنا قلناه قبل كده اهوت. عليها بصلة متوسطة، وعليها بيضتين، ملح، فلفل، وعليها حبة بقسماط، ونعجن. بسم الله. عايزة حبة كمان بقسماط. يعني يظهر هم الحبة اللي انا عاملاهم، يظهر هتاخدهم هي، بس انا هو ايه ماشية معاها واحدة واحدة.
كمان اهو. دي بتتعمل بطريقتين يا جماعه. طريقه محمره في السمنه، طريقه محمره في السمنه، وطريقه في الفرن. طيب ناخدهم بقى خلاص يا ستي، اهو خدتهم لك. بس كده وخلص. يعني اللحمه بنحط عليها بصله متوسطه، بيضتين، ملح، فلفل، حبه بقسماط، لغايه لما ايه يعني حبه بقسماط انت هو زي ما انت شايفه لغايه ما تمسك معاكي، وخلاص على كده. بتصبعي وتحطي في الفرن، او بتعمليها دايره زي ما هوريكي دلوقتي، وهوريكي يوم ان شاء الله ما نعملها مع بعض، هوريها لك في السمنه. تمام تمام. هنسمي الله، هنقسمها 2، نص صوابع ونص محمر في السمنه. هنجيب حاجه برضو زي ما جبنا في كفته الحاتي، عملنا عليها لفينا عليها الكفته. هناخد اول جزء، الكفته بتاعت بقى الفرن ديت بتبقى يعني اصغر شويه، هنعملها على المسن. النص كيلو شوفي يعني ما شاء الله بيفرط معاكي، واخده بالك في الطريقه دي بالذات. اذا انتي مش حابه البيض على اللحمه، مع ان هو يعني هو مش هيديله زفاره زي ما انتي فاهمه خالص، بالعكس هو هيديله طعم حلو قوي، زي كده ما انتي بتدي الوش المكرونه بالبشاميل بيض، هي هيديها طعم حلو قوي، وفي نفس الوقت يعني مكون غذائي يضاف للاولاد. تمام. ادي احنا كده هوت من يعني بفضل الله من 2 كيلو آه لحمة مفرومة، عملنا لحمة عصاج، عملنا كفتة الحاتي، عملنا كفتة في الفرن، وكفتة محمرة في السمنة احنا لسه هنشكلها دلوقتي. كان نفسي اعمل لكم من ضمن برضو وصفات اللحمة المفرومة، كان نفسي اعمل لكم الحواوشي، بس بأمر الله اعمله لكم يعني في فيديو لوحده. طريقته جميلة ولطيفة وسهلة، وما اعتقدش ان في حد بيكرهه، يعني اكلة ممتعة. كده ادي الكفتة بتاعت البصلاية ما اتطحنتش، ادي الكفتة بتاعت الفرن. نبتدي في الكفتة بتاعت التحمير، نجيب لها الطبق بتاعها. اهي الكفتة دي بقى بصراحة ربنا يعني بتبقى خطيرة خطيرة، طعمها وهم مثلا عندك عزومة او بتاع، فعلا فعلا يعني تشرفك.
اللي انا بعملها دي اللي بتتقلي في السمنه. طعمها والله يا جماعه خطير، من اكتر وصفات ال ال الكفته اللي انا بحبها جدا. دي كانت طريقه والدتي رحمه الله عليها. ان شاء الله باذن الله تنول اعجابكم، و تجربوها وتقولوا لي عجبتكم ولا لا. على طول بتنزل في السمنه، ولا بقى لا بيض ولا بقسماط ولا اي حاجه، على طول. ولا الدبكه دي، انت بتطلعي الطبق تعملي جنبيه بقى حبه مكرونه، تعملي جنبيه حبه رز بسمتي على طول، وتقومي مطلعه الطبق. لا اما حاطه في الفرن كفته ال- ال- اللي هي المطوله، او محمره ديت، وخلاص على كده. وحتى ما يعني ما فيش اي نوع من انواع يعني الاطباق او المواعين او الكلام ده فيش. انت اصلا من الطبق الفوم اللي انت شايلاه في الفريزر على الطاسه على طول، زي ما بقول لكم، ولا بيض ولا بقسماط ولا اي شيء. كده احنا خلصنا مع بعض توضيبات اللحمة المفرومة لشهر رمضان. عملنا اللحمة المعصجة وقلنا بنستخدمها في كذا حاجة، زي السمبوسك، زي المكرونة بشاميل، زي الجلاش باللحمة المفرومة. يعني بنستخدمها في حاجات كتير قوي، فلازم تبقى تحت ايدنا في رمضان. عملنا كفتة الحاتي بتكاتها البسيطة اللي ما بتخليهاش تفك منك، بالتماسك بتاعها. ويا رب تعجبكم ان شاء الله وتعتمدوا وصفتها. وعملنا الكفتة اللي في الفرن. آم، على طول بتطلعيها من الطبق، بتحطيها في الفرن مباشرة. وان شاء الله يوم ما ما هنطبخ كل دوت هنبقى مع بعض اثناء التسوية. واخيرا الكفتة المحمرة بالسمنة، اللي طعمها يعني انتوا فعلا هتتوهموا فيه. معذرة لاخر كفتة صغنونة دي اللي في النص، يعني كانت اخر حتة لحمة، فهي صغنونة عن اخواتها يعني. المهم، فدي برضو نفس القصة، ولا بيض ولا بقسماط ولا هتعملي اي حاجة. هتطلعيها من الفريزر من الطبق بعد ما تفك، هتحطيها في السمنة مباشرة، وهنشوفها بأمر الله ساعة التسوية مع بعض. ودلوقتي ان شاء الله نروح لوصفة جديدة. ودلوقتي مع اخر وصفة لينا في الفيديو، هي وصفة سلطة الكولسلو. يعني ليها عشاق كتير جدا، وناس كتير بتحبها قوي، وناس كتير نفسها انها تعرف تعملها عشان ما تشتريهاش من بره، وخاصة مع اكلات الكنتاكي والكبسة. طيب احنا دلوقتي هنعمل سلطة الكولسلو بطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي. كل واحدة فيكم تقدر تعملها وبمهارة كمان. وهنعمل كمية، وازاي انها ممكن تتشال في الفريزر لشهرين وثلاثة ما يحصلهاش اي حاجة. فاحنا هنعملها وهنقسمها على اساس برضو كنوع من انواع تحضيرات رمضان. انا جبت اللي هو الكرنب الابيض، انا بحب اعملها بالكرنب الابيض مش الموف. جبت الكرنبايه بيضه قد الكوره كده، اهوت كوره آه، القدم بتاعت الاطفال. قسمتها نصين، نص حطيته في التلاجة والنص التاني هو اللي انا بشتغل بيه، لان هي بتفرط جامد. اوكي. قطعت نصها، وحبيت ان انا اوريكم النص التاني بيتقطع ازاي عشان تشوفوا ان تقطيعها سهل قوي. شوفوا كده معايا. اول حاجه قبل ما اقطعها، معلش نسيت اقول لكم المقادير، مقاديرها سهله وبسيطه. هنقول كالاتي: معانا عسل ابيض، عسل ابيض اي نوع، يعني بالزعتر، بالبردقوش، نورت البرسيم، حتى لو عسل جبلي من السعوديه مفيش اي مشكله، اي عسل. تمام. معايا معلقه كبيره سكر. معايا كوبايه صغنونه دي خل، يعني بمقدار 3 معالق خل. معايا جزر مبشور ما يساوي 3 كوبايات، يعني او 3 مجات جزر. معايا بصله
متوسطة او اقل من متوسطة، يعني لا صغيرة ولا متوسطة. معايا علبة زبادي اي نوع، بلدي او اي ماركة. معايا مايونيز سواء كان لايت او عادي، الفليفر بتاعه توم او عادي. مع دوم 3 معالق ونص كبار. والكرنب بتاعي زي ما قلت لكم هي دي الكمية، نص الكرنباية بالظبط. تمام. هنبتدي ونقول بسم الله. ده بسم الله. طبعا السكينة المشرشرة بتبقى أسرع وبتنجزك. طيب ما عندكيش سكينة مشرشرة مش أي مشكلة، هتجيبي السكينة العادية، بس ايه هتحميها شوية علشان إيه تنجز معاكي. شيلي القلوب دي بتبقى مكلكعة كده شوية. تمام. بسم الله. اخر حتة معانا. ما تصعبهاش على روحك، اعملي حتة حتة، مش لازم تعملي كذا صف. انا عن نفسي بعمل صفين 3، ما بصعبهاش على روحي خالص، يعني الدنيا مش هتطير. وخلي بالك السكينة حامية، خافي على ايدك وبالراحة، ما تصدعيش نفسك وسمي الله. تمام. حتة برضو المكلكعة شيلها. دي اخر جزء فيها، حبيت اوريلكم تقطيعها. طبعا انت مفيش حد ما يعرفش البشر الجزر من المبشرة عادي جدا، تبشريه، او لو عندك ديسبنسر اللي هي 5 في 1 برضو، يعني ايهما اقرب بالنسبة لك. دي سهلة ودي سهلة، انا عايز اقولك ان انا عندي الاتنين، ولكن بالنسبة لي المبشرة هي اسهل لي، يعني مش الاداة الحديثة. تمام. تمام كده خلصنا الكروب. هنبتدي نحط المكونات كلها على بعض. هنشيل البلانشيتا. بسم الله. نبتدي نحط الجزر. تمام. العسل.
ال- احلى حاجه تجيب لك العسل صح من الطبق هي الاسباتيولا بصراحه. انا في خطوه مهمه قوي المفروض ان احنا كنا نبتدي بيها، معلش عذرا. بس هحط السكر على البصل، وده ليه؟ علشان خاطر آه البصل ينزل ميته، وهنقول ليه في الاخر. تمام، هنسيبه كده على جنب. مسح وقع مننا عشان نكمل على نظافة. تمام، تمام. هنا نجيب كوباية الخل، علبة الزبادي، المايونيز. تمام كده، نبتدي نقلب. بسم الله. هنا بعد ما قلبنا كل المكونات مع بعض، فاضل لينا البصل اللي احنا حطينا عليه السكر. ليه بقى حطينا عليه السكر؟ بصوا لو تشوفوا معايا، السكر بيخلي البصل ينزل ميته جامد، ودوت علشان خاطر اوبس، سوري يا جماعه. كده خلصنا كل المكونات مع بعضها، فاضل اخر خطوه اللي هي البصل اللي احنا حطينا عليه السكر. ليه بقى حطينا عليه السكر؟ عشان خاطر السكر بيساعد ان البصل ينزل ميته اسرع واكتر، يعني بينشفه جامد. طيب احنا ليه عايزين نعمل الخطوه دي؟ او كده احنا اهو هننزلها علشان خاطر اللذاعه بتاعه والحرقان بتاعه البصله ما تظهرش في السلطه، لان في المعتاد الكولسلو مش حراق. تمام، وبعد كده بننزل ال 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 البصله على الخلطه ونقلب، وخلاص خلصت بمنتهى البساطه. ما فيهاش اي يعني فزلكه ولا اي حاجه. ان شاء الله تعمليها بطريقه جميله، وتعمليها احسن واحده واشطر واحده تعملها. تمام. انت لو كان عندك عزومه وعايزه تعمليها، او انت عايزه تعمليها لاولادك على الفطار في رمضان مثلا حاولي تعمليها قبلها بيوم. ليه بقى؟ هي كل ما بتقعد اكتر كل ما المكونات بتتداخل اكتر وبيبقى طعمها اروع. عملتي كميه، تمام، وفاض منك، عامله عزومه وفاض منك، مفيش اي مشكله. اي علب عندك هتمليها كده اهو زي ما انا بمليها. بسم الله. على حسب احتياجك في الوجبه، يعني ممكن تبقى دي احتياجك وممكن اكبر ممكن اقل، فانتي طبعا ادرى باحتياجات اسرتك. تمام. بتتشالوا في الفريزر، ووقت ما بتحبي انك انت تطلعي علبه بتطلعيها من الصبح. لو على فطار رمضان بتطلعيها اول ما بتصحي، او ساعه يعني صلاه الظهر، ماشي. ولو في الغدا العادي يعني ساعه صلاه الفجر خرجيها.
تمام. دي كده اهوت. ادي علبة كمان، ونعمل معاكم اخر علبة. تمام كده، وخلاص. نزود العلبة دي شوية كده ناقصة، الباقي دوت ايه هبقى اغرفه في علبة تانية. تمام كده يا جماعة. ادي الاربع علب عندي. يا رب تكون وصفات النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، ويا رب يعني يكون اضافت لكم اي شيء، اي معلومه. ولو عجبتكم الوصفات او استفدتوا منها في اي حاجه، استاذنكم اشوف يعني رايكم في الكومنتات، ويعني اللايك الحلو بتاعكم والسبسكرايب. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا صح على فكره، قبل ما اختم الفيديو انا نسيت اوريكم الشربات، معلش هنشوفه مع بعض ونختم. ده شكل الشربات، ده كده اهوت بعد ما برد. بصوا يا جماعه السمك ما شاء الله، هو ده السمك اللي بنتكلم عليه بتاع القطايف وصوابع زينب ولقمه القاضي وبلح الشام. تمام. ده التقيل. الخفيف بتاعنا بتاع الكنافه اهوت. معلش فيه بذرتين ليمون وقعوا مني، نشيلهم واحنا بنفضي في البرطمانات، عفوا. اهو اخف سنه من بتاع القطايف ده بتاع الكنافه. ودي اخر واحد بتاع الجلاش، اخف من بتاع الكنافه. وده الفرق في القوام اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه الفيديو. اشكركم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.